إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ الإمام علي جبان؟ أنتم كلكم متزوجين من متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. هولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا بيكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البسمار بصدرها مثل ما بيقولوا بسمار هيك مزنجر، ما بعرف هذا معقول هذا؟ فكروا شو بيقولوا؟ أنه النبي أوصاه. يعني شو معنى النبي أوصاه؟ قال له يا علي قبل ما يموت إذا يريد يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها. في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء؟ بعضهم يقول أنه اهجموا عليه فإن الرجل موصى. أدري موسى؟ معقول النبي بيقول له أنه إذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله أنك لا تدافع عنها؟ ولذلك أنا قلت يا عمي أنا والله هالمسألة ما مقتنع فيها، وأنتم تعرفوا كيف حتى الآن الناس يقولوا تعالوا شوفوا السيد كانوا بدهم يكسروا لها ضلعها غصبا عنه. لذلك كانت الزهراء عليه السلام كانت قوية كما سنبين، بس أحب للناس لما يسمعوا شيء، لأن المهم عند الناس عند كثير من الناس أنا بدهم يبكوا، كيف ببكوا؟ بهالطريقة، وإن كان حديث لا يقبله عقل. يعني أنتم هلا سمعتوا مني وفكروا بعقولكم، لو صارت معكم تقبلوها؟ كيف تقبلوها مع علي بن أبي طالب؟ واحد سمع بعض الخطباء في دبي من غير مذهبنا، قال له أنتم شو بتقولوا الشيعة علي بن أبي طالب جبان أو بطل؟ قال له كيف بطل وما يدافع عن مرته؟ كيف؟ التفت جيدا، يثبت كسر الضلع أو لا يثبت؟ على مبنى السيد الخوئي اللي ما عنده مشكلة يقول أن أخبار الآحاد في القضايا التاريخية حجة أو ليست بحجة. ها؟ صريح السيد الخوئي، صريح، قال على مبنانا، التفت جيدا، على مبنانا شنو؟ قال يقول فإنه على مسلكنا معنى الحجية جعل غير العلم علما بالتعبد يكون الظن المذكور حجة. سؤال، كسر الضلع سيدنا عندكم حجة أو ليس بحجة؟ شو تقولوا؟ ها؟ ليش مترددين؟ شو تقولون، حجة لو مو حجة؟ ها؟ الجواب اجيبوا على المباني. إذا ثبتت عنده حجية كتاب سليم فكسر الضلع ما هو؟ أما إذا لم تثبت عنده حجية كتاب سليم وكتاب سليم ثابت حجيته عند السيد الخوئي أو لا؟ يقول يوجد طريقان وكلاهما شنو؟ ضعيف في معجم رجال الحديث. ما جبته؟ إن شاء الله أجيب لكم يا غدا. ما أدري واضح ولا واضح ولا؟ ولهذا تجدونه
شوفوا الجواب الدبلوماسي، أنا أعبر عنه هذا دبلوماسي، تعبر عنه هروب عن الجواب مولانا. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسيد الخوئي ومرزا جواد التبريزي. شوف عندما يسأل هذا السؤال الخطير ماذا يجيب؟ في السؤال 1607: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة صحيحة شنو؟ برأيكم. التفت إلى السؤال، جدا السؤال ذكي، ما دا يسأل أنه صحيحة لو مو صحيحة، دا يسأل شنو؟ فهو لابد أن يجيب على رأي الآخرين لو على رأيه. ها؟ على مبنى لو مبنى الآخرين. شو يجاوبه؟ يقول ذلك مشهور. هذا مبنى لو مبنى الآخرين. ليش؟ ليش ما يجاوب السيد الخوئي؟ لأنه يدري بأنه إذا فتح هذا الباب عليه بعد يبقون له باقية أو لا يبقون له باقية، ما يبقوا له. سيدنا دا نسألك عن رأيك مو عن ماذا يقوله الآخرون. هو يجيب أو لا يجيب؟ حتى أنت سميه هروب، سميه دبلوماسية، سميه إيهام، سميه ما أريد أقول غير شيء بعد، شو تريد سميه مولا. واللطيف، التفتوا جيدا، واللطيف هو عندما يأتي في مصباح الأصول يقول ذلك مشهور. سيدنا شفت البعض مولانا واقعا ممن لا خبرة لهم يقول بريدة يستند إلى المشهور، والمشهور مولانا كتابة. تعال ارجع إلى مصباح الأصول ماذا يقول عن الشهرة. تعالوا هذا مصباح الأصول للبسودي الجزء الثاني صفحة 141، البحث الرابع في حجية الشهرة، القسم الأول الشهرة الروائية. شوفوا ماذا يقول. يقول فتحصل مما ذكرنا عدم كون الشهرة من المرجحات عند تعارض خبرين، يعني مو حجة. القسم الثاني الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الإفتاء أو كذا. التحقيق عدم كون عمل المشهور جابرا على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه، كما في قضية ماذا؟ كسر الضلع. ضعيف السند، يقول استند إليها المشهور، يقول حجة وليس بحجة، ليس بحجة. القسم الثالث أعزائي الشهرة بمعنى اشتهار من دون أن يعلم مستند الفتوى، الشهرة العملية، الشهرة إلى أن يقول فتحصل في صفحة فتحصل أن الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها. الجواب شنو هنا؟ قرأناها شنو مولانا؟ شنو هو؟ المعروف هيك معروف عند العوام، شنو قيمة هذا؟ أو على المنبر وهذول من العوام، شنو على القيمة؟ الكلام وين؟ في كلمة مشهور، هاي صغر القياس. والشهرة شنو؟ ليست بحجة. إذا ثبت عند السيد الخوئي كسر الضلع أو لم يثبت؟ شو تقولوا؟ شيعي لو مو شيعي سيد الخوئي؟ تبين مسكين فقط ذاك السيد مولانا عندما قال بأنه لم يثبت عندي لابد تصدر الفتاوى شنو؟ ها؟ لا خارج عن المذهب، بس التظهير. واللطيف أن هذا هو مبنى المرزا التبريزي، لأن المرزا التبريزي في أول الجزء الأول قال كل ما لم أعلقه فهو شنو؟ رأي. ألا أنا أمامكم أعزائي. التفت. هذا السؤال 1607 الخوئي، اكو تبريزي لو ماكو تبريزي؟ شوفوا هنا التبريزي انما ترفعون مكان اللي مو موافق للسيد الخوئي ماذا يقول؟ هنا شنو؟ هسه قد رايه بعدين يتبدل، ما عندي علم، ولكن هنا الى هذا اليوم اذا من ينكر كسر الضلع يخرج عن المذهب. اذا هنا اللي ما معلق مرزا جواد تبريزي فهو كان شنو؟ خارج عن التشيع. هسه بعدين تبدل رأيه هذاك حر فيما بعد ذلك.
ما أدري واضح أعزائي؟ إذن فتحصل إلى هنا، خلوا احفظوا لي هذا الأصل أعزائي. إذن أعزائي هذه المسائل التاريخية مسائل تحتاج إلى مجموعة من المباني ماذا؟ العلمية، وعلى أساس المباني العلمية لابد أن تبحث هذه القضايا. فإذا صار مبناه حجية أخبار الآحاد في القضايا التاريخية وثبت عنده ذلك في كتاب معتبر لا ككتاب سليم كما مبناه السيد الخوئي، عرفت شلون؟ عند ذلك نقول ثبت ما هو؟ ثبت ما هو عزيزي؟ كسر الظل. هسه تقول لي بأنه مشهور العلماء، إجماع العلماء، ضرورات المذهب، خطوط الحمر. أقول كل من يعتبر ذيك المسائل حجة فهو ماذا؟ فهو حجة عليه. سيدنا أنت ماذا تقول؟ الجواب قلت من أول الأمر هذا مبناي لو دا أنقل مباني الآخرين، دا أنقل مباني الآخرين أعزائي، حتى يتضح لكم. إذا جاء شخص وأنكر هذه القضية مباشرة مولانا من أهل العلم، وإلا الذين هم ليسوا من أهل العلم لا حديث لي معهم، أولئك الذين على المواقع الإلكترونية وفضائيات وكذا، لا هذول بيني وبين خارجين عن أهل العلم تخصصان، خارجين موضوعان. أنا أتكلم عن أهل العلم، عن أهل التخصص، من يعرف المباني. من يعرف المباني لابد أن ينقح ذني، أن يثبت أليف باء جيم دال، فإذا ثبتت عند ذلك ماذا؟ يثبت هذه القضية. يبقى عندنا المسألة الثانية اللي أيضا غدا أشير إليها إجمالا أعزائي، وندخل إلى القاعدة الثالثة وهي مسألة إسقاط الجنين. هل يثبت ذلك بأخبار الآحاد أو لا يثبت؟